زائفة، يعني الصمود اللي تم أثناء التعذيب فشلت فيه على مستوى، يعني على مستوى آخر. يعني لم ينجحوا في إكراهي على الإمضاء بالتعذيب، لكن نجحوا في أن أمضي بخدعة. جاوني البشوشة يعطيك الصحة، ما عندك حتى شيء ولا باسك باش تروح لداركم وانت انسان باهي وانسان وتعرفنا عليك وكذا، وامضيت. قال لي هذه يعني ورقة الخروج نتاعك وستغادر. امضيت على الورقة هذه، وعوض بالفعل خرجت من الإيقاف لأجد نفسي في السجن. في السجن دخلت إلى مواجهة من نوع جديد، المواجهة مع حاكم التحقيق. نفس القضية، الإمضاء. يجيك يقرأ لك سامي براهم كذا كذا، انت قلت هاي تفضل صح. يعني انا كان عندي معلومه سابقه انه ثم ناس صحت على اشياء وردتها، فيعني حاولت نجتهد اني ما نصححش. هذا الاجتهاد كلفني شهرين في زنزانه، امشي رجع جيب، ماكش بتسترجل، اي وقت باش تفهم، وعامل روحك بطل وكذا وتصحح، وماكش واثق فينا، وحاكم تحقيق يكذب عليك، ووصية من حاكم التحقيق لممارسة الهرسلة. برشا أشياء مانيش باش نذكرها يعني الوقت ضيق. من أشكال الهرسلة أنه يحطوك في زنزانة متاع عقوبة بالتنو بينال مع شخص يعني مختل عقليا، ساقه مسلسلة، ملفوف في زاورة، يتبرز معناتها في المكان هذاك، ويطولوا له في السلسلة. يعني تبات انت على اعصابك، ينجم الشخص هذا يعمل فيك اي شيء، ينجم يقتلك، ينجم يخنقك ساعه. معناتها هي الوضع الصحي في حد ذاته شكل من اشكال الهرسله. في الاخر قلت هات نصح في نهايه الامر شنو ما الذي سينسب الي، هات نصح ونخرج من العذاب هذا. شهرين امشي اجا يعني تعذيب، تعنيف، اهانه، تجريد من الملابس، كل دخول وكل خروج. قلت هات نصحح وكهو، يعني بلهجتنا الدارجة يعني مولاها ربي. يعني وأنا ما عرفت مضمون البحث متاعي والتحقيق إلا بعد خروجي من السجن، كنت سلمت يعني نص الحكم. قبل هذا لم أطلع على أي شيء. حتى القاضي يعني أجواء المحكمة ما كانتش تسمح أنك تعرف أنت بالضبط شو موجود في البحث هذا. بعد التحقيق تعدينا للمحاكمة. يعني باش نحكي على المحاكمة، المحامين يعرفوا المحاكمة فقط. أنا نحب نذكر معناتها طرفة من طرف المحاكمة هذه باش ما يكونش الجو كله جو يعني متاع حزائني. معناتها أنه المحامين منذ بداية المحاكمة هم يطالبوا بالمحجوز، أصروا على المحجوز. علاش؟ لأنه القضية هذه اللي فيها 60 شخص، قضية المروج التي حشر فيها أشخاص الأغلبية ما يعرفوش بعضهم. أنا 60 هذو ممكن نعرف فيهم شخص ولا زوز، الأغلبية ما يعرفوش بعضهم. قضية المروج هذه هي القضية الأم التي أريد بها توريد طرف سياسي في العنف. الأصل فيه معناتها إذا كان القضية هذه قضية عنف وقضية مو لازم يكون ثم محجوز، اللي هو يعني قضية المروج كانت في المحكمة العسكرية، ثم يعني هبطت المحكمة يعني الابتدائية. يعني القضاة يعني في كل جلسة سيد الرئيس المحجوز المحجوز، والقاضي معناتها يماطل، وفي الأخر اضطر القاضي المحامين يعني رفضوا أنه يترافوا إلا ما يجي المحجوز. يوم جاء المحجوز يعني، وهذا شيء مضحك ومبكي محزن على وضع القضاء في ذلك الوقت. جينا جابونا يعني قلنا شنو هي التوريطه اللي باش يعملوها هذه، ايش باش يجيبونا، ايش لقينا 3 طول مغطين بملح ابيض، والقضاء يستنى والاعلام رفعت الملاحف البيضاء هذه، رفع هذا الغطاء على المحجوز. اول رياكسيون القاضي واللي بحذا ضحكوا. القاضي يضحك على المحجوز، محجوز في فرودة من عهد الاستعمار، واحد مزين بهم داره، بوه قاوم بهم، فيه بندقية صيد تالفة، فيه مقصات ومساسك، وهذا الكلام موثق والمحامين يعرفوه. نهار اللي عرض المحجوز كانت مهزلة للقضاء، كان شيء محزن. القاضي يضحك معناتها باش تشوفوا يعني شنية هالقضية هذه اللي هي كانت أخطر قضية. احنا كنا خايفين نرعشوا هذه قضية معناتها متاع يعني تغيير هيئة الدولة وتغيير. المهم تعديت يعني
المحاكمة بما فيها يعني من مواقف يعني معناتها تستحق ساعات للحديث عليها. الأصل فيه يعني أنه احنا حكمنا وباش نمشي ونقضيو مكتبنا. يعني الأصل أنه السجن هو عقوبة سالبة للحرية. يعني معناها الضمني أنك أنت أسأت استغلال الحرية اللي اعطاها لك القانون واعطتها لك المواطنة، فأنت تسلب من هذه الحرية باش تعدي ربطيتك كيما الناس الكل. أكيد باش يكون ثم معناتها ضيق في السجن، تعب، قلق. السجن ماهوش نزل من النزل معناتها، لكن على الأقل ثم حد أدنى من الكرامة، من الحقوق اللي معلقة في كل سجن، معلقة يعني جريدة كاملة. يعني اللي صار في السجون التونسية في تلك الفترة أشياء يعني خارجة على العقل، أشياء سوريالية. كل شيء ممكن تتوقع، كل اللي ترى فيه في العالم من تجاوزات تخيل انها ممكن تصير او صارت في السجون التونسيه بدون استثناء. من ابو غريب كل ما حصل في السجون العالميه توقع انه راهو حصل في السجون التونسيه. مانيش باش نحكي انا على حفل الاستقبال وحفل التوديع، كل مساجين يجيو يستقبلوهم، طقوس الاستقبال، التفتيش الدقيق، نحي دبشك، طبس كح، عري، اعمل بوك امك، سب الجلاله، ومعناتها واللي مساجين هكا بالمرايات وظاهر عليه شويه هكا ثقافه، اش تخدم، قد شهريتك، تحب تولي وزير، انا هذه مش ما عنديش اشترها الشهريه هذه. دونك هذا كله كونتكست على الاستقبال ومتاع التوديع. مانيش باش نحكي على الممنوع، قائمة الممنوعات اللي في كل سجن يعني وعددها يعني ضخم. القلم كان ممنوع، المصحف ممنوع، السجادة ممنوعة، يعني قائمة الممنوعات في إطار التضييق. وأنا خلينا نقول أنه بداية يعني السجن كانوا المسؤولين على السجون هم الطاقم القديم، كان الجو أقل تشنج وأقل ضغط. ثم لما وقع تعيين مجموعة مديرين جدد في دورة يعني تكوينية خصصت للمديرين هذوما اللي باش يديروا سجون فيها مساجين سياسيين، هذوما يعني اللي عندهم نجوم وعندهم يعني تغير وضع السجن، وأصبح السجن بالفعل مش فقط عقوبة سالبة للحرية، ولا فيه عقوبات من نوع آخر تقترب إلى التشفي وإلى يعني يحب أنت ربطيتك ما تعديهاش مرتاح، يلزم ربطيتك تعديها منغصة. ما نحكيش على الشخص اللي يدخل للغرفة يعني يلزم يرقد في القدس معناتها أشهر لين يجي دوره باش ياخذ فرش، كي يجي معناتها دوره ينقل إلى غرفة أخرى. هذا كل ما باش نحكي عليه وحكاوا عليه يعني برشا مساجين. أنا باش ننتقي يعني حادثتين اللي نحب نحكيهم باش أنا نتحرر، لأنه معناتها من معاني الشهادة فاغ لو دوي، إني أنا نطوي الصفحة. ثم أشياء بقات حازة في نفسي اللي مواقف أخرى أقوى منها ماديا. أنا تعذبت أشكال تعذيب ما نحبش نحكيها يعني باش ما نحزنش معناتها عائلتي، زوجتي، بنتي، إخوتي. أما نحب نحكي على أشياء اللي لأنه فيها بعد رمزي ربما ما يحسهاش اللي يجي معناتها أحداث مرتبطة بتواريخ مهمة في البلاد. يعني الحادثة الأولى جاءت في سياق برنامج التأهيل. يعني إدارة السجون يعني قررت أن تؤهل المساجين السياسيين، هذو من الناس المتطرفين المتعصبين اللي باش يعملوا لهم برنامج يأهلوهم، ينحيوا لهم من التطرف من مخاخهم. عملوا البرنامج هذا، جابوا فيه مثقفين وفنانين وكذا معناتها. ثم أحيانا المساجين يعملوا كلاس مورت ما يحبوش يشاركوا. ثم يوم 10 ديسمبر 92 كان ثم محاضرة حول حقوق الإنسان في عهد بن علي. جاء السيد جامعي وحاضر، ما نحبش نذكر اسمه، حاضر معناتها عمل لنا محاضرة عسماء على حقوق الإنسان في عهد بن علي. فأنا بكل تلقائية وبكل طفولية ودون يعني تفكير كيدي أو في آخر المحاضرة قلت له أستاذ من فضلك طالما أن الوضع هكايا وثم توصيات بالله يعني نوصتوك لدى السيد المدير يخفف علينا من التعذيب، من الضرب، من التعنيف. لأنه شعمل المدير هذا مدير سجن الهوارب عام 93 خصص في كل غرفة كراس للكبران يناظر الغرفة، ناظر الغرفة ملزم كل يوم في التعداد أن يخرج للمدير تقرير فيه تجاوزات. هذا عمل. احنا كنا نتطوع، كنا نتداول كل مرة يتطوع واحد باش يقول راني عملت تجاوز باش يغطي على أصحابه.
مش من الكبران ما يخرجش، نتطوعوا معناتها ونخرجوا وناكلوا الكفوف في السقيفه. كان ثم سقيفه مخصصه للتعنيف للتعذيب، عري نحي كذا، اقف، يعني اشكال اللي معناتها اذا تواترت واحد ما يخرج كان مختل ذهنيا، مهبول، ما عندوش ثقه في روحه، مريض نفسانيا. الحادثه هذه قلت كي طلبت منه باش يكلم مدير السجن على المساله هذه، يعني مدير السجن أراها معناتها كأني معناتها إهانة للسجن أو كذا أو كذا. فنودي علي، عيطولي نلقى السيد المدير السنفية، وقل ما المدير يهبط هو في المعامع وكذا، عنده أعوان هي اللي تضرب وهي اللي تعمل هو. ووقع جري من مكان لقريب من قاعة المحاضرات متاع تأهيل المساجين إلى الزنزانة، جروني حتى الغديك بالضرب وبالركل وامك وابوك وكذا. حقوق، هات نوريك حقوق الانسان، احنا ضد ما ماناش نطبقوا في حقوق الانسان، هات نوريك حقوق الانسان. ودخلوني للزنزانه وبالفلقه، ضربت بالفلقه، والمدير نفسه هو اللي يضرب، وراسي مقشوع للكوفات نتاع التواليت، ويهبط لي في راسي في الكوفات نتاع التواليت. هاي حقوق الانسان، هاي حقوق الانسان اللي يتكلم عليها. وبقيت ما يقارب أسبوع عاجز عن القيام على سقي من الضرب معناتها على المؤخرة وعلى سقين وعلى، يعني ضرب مبرح. وبعد السنة متاع التعذيب هذيك بقيت طبعا معاقب، العوان يجي يطل عليك، هذا انت حقوق الانسان، شكون هنا يعني بعد ما كركف هذا انت حقوق الانسان، هيا تنفعك حقوق الانسان. معناتها هذه السنة الأولى. والسنة الأخرى في نفس السجن بعدها يعني بأشهر، يعني اختيار يوم 10 ديسمبر اللي هو يوم الإعلان العالمي ميثاق حقوق الإنسان للقيام بالشيء. إذا كان ممكن لو السنة هذيك وقعت خارج التاريخ هذا ما كانش تأثر فيا، ربما معناتها لأنه معناتها قضية يعني ربما يعني ثقافتي وعلاقتي معناتها بالميثاق والمدونة من الحقوقية هذه ربما غيري ما تأثرش فيه المصادفة بين الحدث وبين التاريخ. لكن أنا بقيت إلى الآن وين نتذكر أنه يوم 10 ديسمبر صار الموقف هذا، يعني نحس بحزن عميق جدا، وإلى الآن غير قادر أن نتجاوزه. ربما كي حكيت عليه توا نغادر نتمنى اني معناتها اني جي في معناتها لو دوي، واني تحررت، واني معناتها تخلصت من الرواسب نتاعها. بقيت معاقب، والحقت بي ادبش، دخلت العزله، يعني كنت في غرفه وليت في العزله، بقيت في العزله لمده اشهر، واستجيني في العزله وحده، يعني اشهر وانت وحدك ومعاك ادبش. ثم الحق بي اشخاص اخرين كل مره واحد، ولينا أربعة من الناس. يقع اختيار تاريخ آخر للقيام بعملية أشنع منها، يوم 20 مارس 1994، نتذكره كما الآن كأنه حدث الآن، وكان يوم انتخابات تشريعية. وأنا نركز على المسائل الرمزية لأني أنا تربيت في وسط يهتم بالمسائل المعنوية والرمزية. أنا من اللي صغير، من اللي طفل، تربيت في الكشافة. عيد الاستقلال ما ثم حتى عيد الاستقلال ما احتفلناش به، وفي عهد بورقيبه وفي عهد بن علي، ونمشي والكشافه ويهزونا وكذا. معناتها يعني ثم وجدان خاص، يعني القضيه مش قضيه وعي سياسي ولا قضيه وطنيه، ثم مسائل وجدانيه. يعني ان يقع اختيار ذلك التاريخ، يعني نهار 20 مارس 1994 اللي هو نهار انتخابات تشريعيه، ويجينا مع 8 متاع الصباح، ومعناتها يقتحموا علينا الزنزانه نتاعنا ويخرجونا. والسجن هذا السجن الهوارب كان فيه فرقه تاع انياب، نسمعوا معناتها في الكلاب، معناتها يقتحموا علينا الزنزانه ويخرجونا. ساعه زنزانه يعني ساحه الزنزانه اللي هي ضيقه تتعبى كلها بالماء، ويخرجونا دبشنا في وسط الطبعه في وسط التراب. ومن بعد معناتها طبعا فرتونا دبشنا الكل والماكله وكل اهانات وسبان الجلاله، وتقوتوا في رواحكم وتاكلوا في العسل وتاكلوا في الزيت وكذا. يعني ثم يقع تجريدنا من كل ملابسنا، ومعناتها يطوقونا يقولون نشدوا الصف، ويقع تطويقنا وبالعصي يدزوا فينا على بعضنا، اعملوا كذا وكذا، يعني اشياء اللي معناتها
تندرج في معناتها اشياء يعني عنف جنسي، معناتها موقف انا لتو مش فاهم علاش، واللي أزمني أكثر واللي مألمني أكثر واللي معناتها مخلي الموقف سريالي أنه المشرف على العملية هذه سيتم بسيكولوج، هو نائب المدير المكلف بالإصلاح والمسؤول على برنامج التأهيل والإصلاح، هو اللي أشرف على العملية وهو اللي يدفع وهو اللي يحمش ويدز فينا على بعضنا. يعني مشهد أقرب إلى مشهد أبو غريب، ما نحبش نوصفه احتراما معناتها للقرابه نتاعي، الناس اللي عائلتي معناتها ما نحبش نحزنهم عليا وعلى البلاد معناتها اللي صار فيها الشيء ذا. يعني انا في ذهني في اللحظه هذيك مش الجانب الاخلاقي وكذا وكذا، اللي احزنني انه السنه هذه تصير نهار 20 مارس وتصير من طرف شخص يفترض انه مكلف بالاصلاح، حاجه يعني تخليك في وضعيه تاع تناقض، ماكش مستوعب الشيء هذايا. واللي اوقف السنه هذه نوبه عصبيه يعني انتابتني في اللحظه هذيك، وبقيت يعني اكثر من نصف ساعه وانا في ايتا دو كريس ولم ينقلوني، ما هزونيش. في الاخر معناتها جاء المدير ونقلت الى الانفيرميري. في الانفيرميري اصل فيه معناتها على الاقل تلقى الامل في الممرض ولا في الطبيب ولا في يعني الطبيب يفيق فيا تواليتير، واحد يحط له قطنه في خشم باش يفيقوا، يصبوا له الماء، يعطيوه كف، يقرصوه، يعني يسكب على جسدي في منطقه حساسه قاروره نتاع ايتار، حسيتها في مخي في كل اجزاء بدني. يعني الى حد الان انا غير مستوعب علاش. الاخر يقول له يزي تو يموت، يخلي يموت الكلاب، خليه يموت، وعلاش باقي وعلاش حياته؟ يعني للدرجه هذه. يعني هذا شنو علاقته بالعقوبه السالبه للحريه؟ شنو علاقته اني نضيق شويه على المساجين معناتها لانه السجن في نهايه الامر معناتها هو فضاء باش انت تتربى وتحس يعني بالتعب، وباش كي تخرج ما ترجعش ولا لا تحدثك نفسك مره اخرى. اللي شيء هذا ما علاقته، وانه يصير في اطار برنامج تاهيل المساجين. بعد السنه هذه رجعت للغرفه، عملنا اضراب جوع باسبوعين، واضراب يعني سوفاج. فيعني السيد هذا النائب المدير المكلف بالاصلاح يأمر بنقلنا الى القاعه متاع التأهيل، قسم هو اللي يعيطونا باش يعني يصلحونا مخاخنا، باش ينحيونا التطرف من مخاخنا. يغزر لنا يكتب على السبوره بس التباشير on est tous plus ou moins homosexuels. اخي تحبوا تقنعونا انتم معدين الحبس للسنوات هذه، يعني انتم ملائكه، يعني ما عندكم شيء، انتم ضد الطبيعه ضد البيولوجيا. يعني فهمنا انه المساله ماهيش يعني متاع انتقام ولا متاع تشفي، مع الراجل عنده فكره، يعني مساله مدبره يعني مخطط لها، يعني حب يعملنا معناتها فيران تجارب، حب شنو بالضبط اللي حب بعد يعني بمده، بعد باشهر تبين لنا انه المكلف بالاصلاح هذا كان مكلفا بالتشويه الاخلاقي للمساجين السياسيين. يعني التشويه، الناس المساجين السياسيين هذوما اللي كي دخلوا للسجن ما انهاروش وبقاو عايشين ويتقاسمون اللقمه ويتقاسموا في البؤس وفي الفقر وفي الاحزان، ويحاولوا يخفوا على بعضهم معناتها المصاب، حتى انفتحوا حتى على المساجين الحق العام، ثم مساجين ولاو معناتها تعلموا اشياء منهم، ولاو ناس معناتها عايشين يعني متوازنين. لا، يلزم الناس هذوما ندمروهم ونحطموهم ونشووهم قدام بقيه المساجين، ونجح في ذلك في بعض معناتها الحالات. يعني هذا الكل خليني انا ما نحبش معناتها نزيد نحكي تفاصيل تحزن اكثر وتشوه. انا ما نحبش نشوه بلادي، انا كنت نتمنى نجي نحكي على اشياء يعني تشرف بلادي، لكن على الاقل كي نحكيه يكون هذا دافع للاصلاح، دافع لإصلاح المؤسسة السجنية. المؤسسة السجنية تحتاج إلى المساجين القدامى باش يعاونوها على الإصلاح ويعطيوها مواطن. السجون التونسية كل الممنوعات في السجون التونسية. أنا ربما آخر حاجة نحب نحكيها حتى لا يقال إنه معناتها السجين السياسي كان يعيش معناتها في برج العاجي داخل السجن.
كنا مختلطين مع مساجين الحق العام اللي هم أولاد شعبنا. أنا كنت إنسان مثقف، يعني عايش مانيش عايش يعني في عمق الحومة بالكدا، رغم أني عايش لكن اكتشفت الناس هذوما داخل السجن. ثم موقف إلى الآن يحز في نفسي، وين نتذكره يعني نبكي أكثر من اللي نبكي على روحي. كان في شخص تلميذ يعني عامة البكالوريا متاعه أوقف في سجن قفصة في سياق صار ماتش تاع كورة، صار عنف، جابوه. السجين هذا تحط في الغرفة معانا. الغرفة هذه من تقاليدها أنه المساجين السياسيين ومساجين الحق العام في تعاقد بيناتهم، لا ما تعسش عليه وما نعسش عليك. أنا عندي عالمي وأنت عندك عالمك، أنا عندي عالمي اللي فيه ممنوعاتي وأنت عندك عالمك اللي فيه أشياء زي ممنوعة عند الإدارة، ممنوعة الصلاة الجماعة، ممنوع أنه الناس تجيك قفة تعطي منها الفلان وفلان، ممنوع أنه الناس تتكلم مع بعضها. فيعني بالمنطق الشعبي لا تذين إلى النذيك. فالسيد هذا جاء وكسر هذه القاعدة. التلميذ هذا وقع التحرش به ومحاولة اغتصابه. كان معناتها من محاولة الاغتصاب يحطوا معناتها الحرابش في التاي، ومعناتها ممارسات هذه تراها أنت تجمش تتدخل، ثم سيستم في الحبس كامل. الاشياء هذه تتم بتواطؤ من الإدارة. إدارة السجن المهم بالنسبة لها الأمن مستتب، ثماش فوضى، أما تكون ثم ممنوعات، ثم نوع من التواطؤ أو من التساهل أو من غض الطرف أو ربما من عدم الحرص على الكشف. السجين هذا استنجد بينا، راهو كذا باش يعملوا لي وكذا. فمعناتها طلبت منه انا باش اقعد بحذايا، قلت له حتى ولو انت يعني ما تصليش صلي باش تعطي انطباع انه يزعفوك يراوك معناتها في وضعيه صلاه، وشد المصحف. فجاء معناتها الكبران وطلب منا بكل حده ابعدوا عليه، ما كانش راي غدوه نخرج اللي تعملوا فيه وكذا. يعني كان الانسان ممزق بين موقف انساني تاع كرامه انسانيه وبين انك يعني هذا تعاقد في السجن، يطفي عليك الضوء ويطفي عليه الضوء. لكن هذا شخص استنجد بيك، يعني هذا الشخص يعني حتى عندما يبدا ساجد يقع التحرش به. فمعناتها لأول مرة تعرفوا أنه داخل السجن قضية الوشاية والقوادة ليست من سمات المساجين. اللي عادي حبس وراجل ما يقودش معناتها، والقواد يتعرف معناتها وينكل به معنويا وماديا. فمشيت للمدير، مدير السجن، ومشيت باكيا، قلت السيد المدير عندك صغيرات، هذا راهو يعني موقوف، هاوش صاير فيه وهاوش صاير فيه وهاوش صاير فيه، فهمني. فمعناتها المدير ما كانش متعاطف، ونقل ذلك السجين إلى غرفة أخرى وعبث به، عبثوا به. يعني أنا نقول معناتها قداش من سجين حق عام دخل السجن ما لقاش شكون يحميه. المساجين السياسيين يحميوا بعضهم، ما لقاش شكون يحميه، خرج بعاهة نفسية، خرج مشوه نفسيا. اللي يدخل السجن ويخرج سلامات في عقله في نفسيته في بدنه يتسمى معناتها رحمه ربي. أكبر دليل على أنه حتى المساجين السياسيين فيهم شكون خرج مختل وأصيب بالجنون. اللي كان معانا في السنة اللي حكيت عليها متاع الهوارب، كان معانا فيصل قربع. هذا شخص يعني صارت له مواقف في أثناء إيقافه وتتكرر في الحادثة هذه. يعني هذا كانوا يضربوا فيه على راسه، يعني مارسوا معاه أشياء بشعة جدا. خرج من السجن عنده نوع من الاختلال، نوع من الجنون، وتوفي يعني ربي يرحمه. يعني لو أسأل يعني في نهاية الأمر أنا شنو اللي طالب من العدالة الانتقالية، يعني أول حاجة معناتها أنا نوجه رسالة لعائلتي، هي الطرف الأول اللي أنا معناتها نتواصل معاه. يعني أنا نحب نقول لهم إنه يحمدوا ربي اللي أنا اخترت طريق فيه تضحيات، فيه صعوبة، تأذوا من أجلي، لكن ماذا لو أنني اخترت طريق آخر ما يشرفهمش؟ طريق كان سهل نحو أنه إنسان يثري ومعناتها يكون وضعه أحسن الاجتماعي ويكون في أمن ويكون في سلام، لكن على حساب أشياء أخرى، على حساب قيم
ثم ناس كانت تتعامل مع السلطة وكانت كذا وكانت يعني أنه أشرف لي أني أنا مريت بمرحلة متعبة ومعناتها لم أتاجر بالقيم متاعي وبالمبادئ متاعي. هذا يلزم يكون شيء معناتها في رصيدي وفي رصيدهم وفي رصيد يعني كل أفراد العائلة بدون استثناء. نعرف أنه ثم ناس معناتها داخل العائلة تعذبوا وتقلقوا ودفعوا ضريبة، وإلى الآن أثارها النفسية لا تزال موجودة. هذه فرصة باش السياق هذا، السياق الوطني هذا، يعطيهم نوع من الإحساس بالاعتزاز والافتخار وأنه ما ضاعت شيء. ثم ناس كانوا يقولون أنتم تحلموا باش تواجهوا منظومة كاملة، أحلامنا اليوم تحقق جزء كبير منها، يعني ما كناش غالطين، أحلامنا ما كنتش خاطئة، كنا عندنا شوية جنون شوية مغامرة، لكن ما كناش غالطين. المطلب الثاني هو إنصاف بقية الضحايا. ربما أنا توفرت لي فرصة، خدمت في السوق ومشيت وشقيت وتعبت وكملت قرايتي بشكل متزامن، حاولت نبني مسار اجتماعي جديد. غيري مازال إلى الآن ما يلقاش الدواء، فيهم اللي معتصم، فيهم اللي معناتها عايش في وضع اجتماعي سيء جدا. إنصافهم يعني ضرورة من أجل تحقيق السلم الأهلي. آخر حاجة نحب يعني نقولها أني أنا الآن في هذا المكان، ونعرف أنه الكثير من الجلادين يستمعون إلي، أنا نوجه لهم نداء. الجلادين يعرفوني معرفة جيدة، أنا درت أكثر من 14 سجن، 8 سنوات سجن، درت أكثر من 14 سجن. علاش؟ لأني مسجل مشاكس عندهم، مشاكس لأني هو يقولوا لي راسك صحيح، يقولوا لي أنت يعني رغم معناتها ظرفك لكن راسك صحيح وما تفهمش وما تستوعبش، يلزم راسك يتكسر. لأن أنا مشيت من برج الرومي حتى الحربوب، وكل السجون زرت زنزاناتها، لأني خذيت قاعدة أنه اللي يضعف في اللحظات الأولى راهو باش يعدي ربطيته يعني رديئة مرمدة. وانا ولد حومه شعبيه ونعرف معناتها ايش معناتها انسان يعدي ربطيته راجل، يعدي ربطيته برجوليه. عندي شكون ولاد حومتي دخل السجن وكذا، ولا يعني احيانا راه ما تنفعكش لا قيم سياسيه ولا بورديو ولا ميشيل فوكو، تنفع كونش القيم اللي تعلمتها من ولد حومتك، يعني اللي هو ما قراش واللي ما عندوش شهاده. هذه القيم الاساسيه، هذه معناتها الشخصيه الاساسيه، شخصيه الحومه، يعني انا نوجه نداء للجلادين هذوم. انا مستعد الان في هذه اللحظه يسمعوا فيا الان، اذا كان يجيوا لهنا الان ويعترفوا، اذا كان حسوا اللي انا صادق مانيش نفتري عليهم، اللي انا ما زدت عليهم حتى كلمه، اذا كان هما يحسوا اللي انا صادق يجيوا لهنا يعترفوا ويعتذروا ويكملوا عناصر القصه اللي ما ذكرتهاش. علاش عملوا الشيء ذا؟ كان عندهم موقف ايديولوجي منا، كان عندهم موقف فكري، كانوا مانيبيولي، كانوا يحبوا يترقاوا على ظهوراتنا، كان ثم سياسه، كانوا ملزمين. شنو بالضبط اللي حصل؟ نحبوا نفهم واحنا علاش حصل الشيء ذا. انا فلنفترض اني انا كل التهم اللي حولي صحيحه، انا من حقي باش نعدي ربطيتي عادي كما اي سجين بكرامه. يعني تونس بلاد مستقلة وناس يعني أريقت دماءها من أجل أنه تكون مستقلة. علاش يصير فيها يعني الشيء هذا؟ أنا ندعوهم، أنا مستعد لهنا وموجود غدوة، إذا كان يجيوا الجلادين هذوما ويعترفوا أنا مستعد نغفر لهم، أنا مستعد نغفر لهم بشرط يجيوا ويعترفوا ويعتذروا ويفسروا ويجاوبوا على الأسئلة. وأنا تعرفوا أنه في الهيئة سألتوني، قلت لكم أنا ما متبع حتى حد، وأنا نحكي عن نفسي، وليس في هذا مزايدة على بقية الضحايا اللي من حقهم، اللي يطلب المحاسبة القصاص هو حر، هو حر. أما أنا عن نفسي قلت لكم اللي ماني متبع حتى حد، وما حاجتي باش نحاسب حتى حد، فقط أنا أريد كشف الحقيقة، الجواب عن الأسئلة، نحبوا يتسجل في التاريخ. هالمرحلة السوداء هذه تتسجل في التاريخ باش ما تتعودش. أنا جيت لهنا باش اللي صار عليه ما يتعودش على بنتي، ما يتعودش على بنات التوانسة ولاد التوانسة. أنا ربما معناتها الثورة هذه اللي صارت ربما العمر ما يخلطنيش باش نلحق يعني على نتائجها الحقيقية، لكن على الأقل ولاد التوانسة بنات التوانسة ما يعيشوش الشيء اللي عشناه هذا. إذا كان عملوا نهار مع سلوك حتى ولو خالفوا القانون، على الأقل تحفظ كرامتهم. ما يجيش جلاد يحط مساجين عراية مع بعضهم،
يحطهم في زنزانة أسبوع كامل عراية، وفيهم الكبير وفيهم الصغير، أسبوع كامل ناس عراية في زنزانة. عليه؟ شنو المعنى؟ شنو هي العقوبة؟ يعني الغاية أنك تخرج مدمر، تخرج محطم، تخرج عقيم. ثم شكون راهن على أنك تخرج ما تجيبش الصغار. الحمد لله أنا كان السجان يضربني على راسي، العلم اللي عندك في راسك نخرجه لك. الحمد لله خرجت، كملت مساري الدراسي، عملت ماجستير، كملت المتريز، جيت الاول في الكلاس نتاعي، الماستير الاول على الدفعه نتاعي، نعمل في رساله الدكتوراه. الحمد لله مساهم في البحث العلمي، مساهم يعني في اشياء اي معناتها جهه تناديني باش نساهم بافكاري. يعني هذا بالنسبه لي انا معناتها انتصار على الجلاد، وانتصار على التعذيب، وانتصار على الاراده اللي حاولت يعني تجهلني. انا لتوا حاس بالم كبير ياسر. 8 سنين قداش من كتاب ما قريتوش، قداش من فكره جديده، من منهج، وانا معناتها هذوما ما تنجمش ريكيبيري. معناتها تو باش ترجع للكتب اللي تالفت باش ترجع لهم، والمقالات والجرايد والمجلات العلميه. دونك ثم نوع من تحس بنوع من القهر، نوع من الهانديكاب اللي ما تنجمش تتجاوزه. يعني كان ثم مراهنه انه الشخص هذا نعملوا له عمليه اخصاء، ما يلزمش يجيب الصغار. الحمد لله معناتها عندي بنتي، وبنتي معناتها حلوة وعسلة، وديما نهبط عليها في الفيسبوك قصدا. أنا نحب نهبط تصويرتها مش من باب التفاخر، وعندي بنتي يعني باش نبين أنه أنا انتصرت على من أراد يعني أن يعيقني عن الإنجاب. لأنه الأكت هذاك نتاع سكب قارورة كاملة من الإطار الحارق، هذا كان القصد نتاعها. يعني يحبوا يعملوا لك إعاقة، إخصاء فكري، إخصاء وجداني. ما تحترمش نفسك، هو حريص أنك أنت تخرج مقهور، يعني تخرج للشارع معناتها تهرب من نفسك، ما تحترمش نفسك، تحتقر نفسك. يحب يعني يوصلك الوضعية هذه، وضعية الجنون. الحمد لله معناتها خرجت بأخف الأضرار، غيري معناتها خرج معاق، أنا خرجت ببعض الاشياء اللي نحاول نعالجها بيني وبين نفسي، بالثقافه، بالفكر، دونك معناتها انا نعاود نوجه ندائي للجلادين يعرفوا روحهم. القانون معناتها ما يمنعنيش باش نذكر الاسماء، انا اخترت اني ما نذكرش الاسماء. انا نتمنى انه الجلادين هذوما حتى يتصالحوا مع عائلاتهم. انا ما نتصورش عائلات الجلادين يقبلوا انه ذويهم بيتهم ولا اخوتهم يكونوا عملوا الشيء ذا مع سجين. ما نتصورش انه زوجة سجين تقبل، ولا ولده يقبل انه ابوه يكون هكايا. يعني انا باش نعاون روحي ونعاون الضحايا، ربما حتى هو كي يقف موقفي هذايا يعاون روحه، يمكن نفسه من انه عائلته تسامحه. يعني المسار هذايا كله القصد نتاعو معناتها انه في نهاية الامر نخرجوا من الازمة هذه، نعملوا سلم اهلي، ترجع التوانسة تحب بعضها وتتآلف مع بعضها، طبعا دون تضييع الحقوق. يعني ثم حقوق لابد ان تعطى يعني للناس اللي تقهرت واللي تعذبت واللي معناتها يعني المسار هذايا يعني هو مسار اساسي باش نجموا نتعداو الى ما غيره. معناتها هذه يعني في العموم يعني المطالب. يعني ثم اشياء راهو صارت في البلاد هذه تدوينها مهم جدا. يعني انا ما حكيتش على الفتره اللي بعد السجن اللي هي فتره من نوع اخر ومعاناتها من نوع اخر. يعني انا خرجت من سجن الى سجن، السجن اللي كنت فيه بين الاسوار ارحم من السجن اللي بعد الاسوار. يعني السجين اللي يخرج من السجن يكون سجين سياسي ويلزم بعدم الخروج من دائرة يعني جغرافية معينة، وين مشيت وين جيت ومنين تصرف وكيفاش هكا كليت البارح الماكلة الفلانية. يعني حتى الزبلة يفركسوها، الشكليت وش عملته بالحم ومش بالحم هكا ما زاهم عليك، هكا لبس عليك منين. يعني تضييق في الرزق، تضييق في المشي، في الجايلين العائلة فدت هكا دق وين مشى وين جاء. يعني وليت أنا غدرت الدار، غدر إلى وجهة غير معلوم، وبقاو مدة يلوشوا. أنا بقيت نتنقل من دار لدار،
يعني واحد كل مرة هاج من بلاصة لبلاصة، وين نحس انه فاقه بالبلاصة نغير من البلاصة هذيك. معناتها واكبر معاناة ممكن يعيشها الشخص اللي يخرج من السجن، اللي هي معاناة يعني التعذيب، واللي ذكرته كل اهون منها، يعني اللي هي شكل من الامتحان والاختبار العسير جدا، واللي مروا به مئات المساجين وانا احدهم. يعني اكل هرسله والضغط، اخدم معانا، عاونا، نعاونوك، ندبروا لك خدمه، نرجعوك للقرايه، انت عديت ربطيه وكذا، توا فك عليك. راهو الناس اللي ترى فيهم عاملوا روحهم ابطال ورجال وزعماء، راهو كلهم راهو مروا بالشيء هذا. اي عايش ولدي استرجل، اي والضغط والهرسله ومعناتها التعنيف، يهزوك ينقلوك للاستعلامات، تخدم معانا ما تخدمش معانا، يهدوك بالعائله باختك يعني تحاول تناور، يعني ما عادش عندك انت مجال باش تعمل البطولات، واذا كان تعذيب تنجم تصمد وكذا وتعدى على روحه. هذا يعني تقريبا بشكل يومي، اجا امشي اجا امشي، شفمش صار كذا كذا. معناتها تناور احيانا، يعني احيانا تعطي معلومه طائشه، احيانا يفيق بيك اللي انت معناتها تمثل عليه. يعني الشيء هذا الكل اثره النفسي، لا عاد تنجم ترقد.